رابطة الأندية بتخالف القوانين عشان خاطر النادي الأهلي. جمهور الزمالك طلع هو اللي غلطان. نادي الزمالك فوز سيء جدا جدا جدا. نبتدي منين الحكاية؟ من عند محمد السيد ولا من عند رابطة الأندية ولا من عند فيريرا؟ نبتدي الأول الحكاية من عند رابطة الأندية وجمهور النادي الأهلي. كلنا عارفين إن نادي الزمالك كان اتقدم بشكوى ضد جمهور النادي الأهلي بسبب الهتافات المسيئة والشتايم اللي حصلت في مباراة الأهلي والاتحاد. والقانون اللي المفروض رابطة الأندية وضعته واضح. أول مخالفة للجمهور بيتم تغريم الجمهور بمبلغ 100,000 جنيه فقط، طبعا بيدفعهم النادي. أما المخالفة التانية للجمهور فهي 150,000 جنيه وحرمان الجماهير بالكامل من حضور مباراتين. أما المخالفة التالتة فبيتم مضاعفة الغرامة وكمان بيتم منع الجمهور لنهاية الموسم. ده القانون اللي رابطة الأندية عدلته الموسم الحالي. الغريب بقى ان رابطة الأندية بعد ما شافت الضغط عليها ضد جمهور النادي الأهلي واللي عملوه قررت تغريم النادي الأهلي 150,000 جنيه وكمان حرمان الجماهير اللي كانت متواجدة في مباراة الأهلي والاتحاد من حضور مباراة واحدة فقط. الله، هو انتوا مش بتقولوا المخالفة التانية حرمان الجمهور كله مباراتين؟ لا، قال لك هنحرم بس اللي كانوا موجودين في الملعب يوم ماتش الاتحاد، وكمان هي مباراة واحدة كفاية. طب ليه مباراة واحدة كفاية؟ اقول لك ليه مباراة واحدة كفاية. النادي الاهلي عنده اول مباراة في الدوري هتكون مع نادي بتروجيت. يعني بالنسبة للنادي الاهلي مباراة بتروجيت مش مهم لما الجمهور ما يحضرش. اما المباراة التانية فهي المباراة الاهم هذا الموسم، مباراة الاهلي والنادي المصري. طبعا مباراة مهمة وصعبة زي دي استحالة رابطة الأندية تحرم النادي الأهلي من جماهيره. نروح بعد كده بقى من جمهور الأهلي لجمهور الزمالك. جمهور الزمالك طلع هو اللي غلطان في موضوع محمد السيد، وجمهور الزمالك طلع ما يعرفش حاجة عن نادي الزمالك. ده مش كلام أنا، ده كلام يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك بعد المباراة. يانيك فيريرا بعد المباراة بيقول لك يعني أنا اترجم لي وأنا على الدكة الهتافات اللي كانت ضد محمد السيد. ومن الواضح كده إن جمهور الزمالك ما يعرفش نص المشاكل اللي احنا بنعانيها في النادي. ومحمد السيد لاعب كويس، وكويس قوي إن هو قدر يلعب تحت الضغط اللي كان الجمهور عامله. يانيك فيريرا بيتهم جمهور الزمالك إنه أخطأ وإنه مش عارف حاجة عن النادي. بعد كل اللي الجمهور بيعمله مع النادي وبعد كل يعني التعب اللي الجمهور بيتعبه من المدير الفني لنادي الزمالك، المدير الفني بيقول لك جمهور الزمالك ما يعرفش نص اللي احنا فيه. هو ايه اللي انت فيه؟ يعني احنا بنقول لك لاعب متمرد، لاعب مش عايز يجدد لك، وانت لحد دلوقتي سايبه لحد عقده ما يخلص وخلاص قرب يمشي، يعني هيسيبك ويمشي في شهر يناير. فانت بتجهزه عشان خاطر لما يمشي يروح الفريق اللي هو هيروحه وهو يعني في اعلى مستوياته، ولا انت بتعمل ايه بالظبط؟ طب لاعب وانت شفت الضغط الجماهيري اللي عليه في المباراة بتخليه يشوط ضربة جزاء؟ يعني انا مش فاهم بصراحة، جمهور الزمالك اللي مش فاهم ومش عارف، ولا الادارة اللي بقت نايمة في العسل، ولا انت اصلا اللي مالكش في الكورة؟ يعني مدرب كفتاجي على رأي البعض، زي ما بيقولوا كده مدرب كفتاجي لا يفقه شيء في كرة القدم.